انك تكون بتدخل عدد مرات قليل في اليوم الحمام. الشخص الطبيعي بيدخل من 6 ل7 مرات، طبعا اقل في الصيف اكتر في الشتاء عشان العرق. ان انت تكون حاسس ان ريقك ناشف عشان اللعاب بيتاثر بكميه الميه في جسمك، فكل ما تحس ان ريقك ناشف يبقى معنى كده انت محتاج تزود تشرب ميه اكتر. لو الجلد ناشف او لو بدا يظهر هالات سوداء او لو موجوده بتزيد، من الحاجات اللي بتاثر عليهم بطريقه ايجابيه جدا شرب الميه والاستمرار على شرب الميه. لو في دايما صداع، ارهاق، عدم تركيز او امساك رغم ان انت بتاكل كويس، شرب الميه بقى يفرق في الحاجات دي جدا. اهم واحده لون البول، طول ما لون البول فاتح يبقى احنا بنشرب ميه كويس. لو هو غامق او بدا يغمق يبقى معنى كده لازم نزود ميه لغايه ما يوصل للونه الفاتح. طب اشرب ميه قد ايه؟ كل واحد مختلف عن التاني، الحاجات اللي ذكرناها دي كلها هي المقياس بتاعك انت عشان تعرف انت محتاج تشرب ميه قد ايه. الميه المفروض تشربها خلال اليوم، ما تجمعهاش في اول اليوم او في نص اليوم او في اخر اليوم، كده تدخل الحمام كتير مش هتستفيد بيها، وزعها عليهم كله. واول ما تحس بالجوع اشرب. الجسم مش بيفرق ساعات بين احساسه بالجوع واحساسه بالعطش، يعني هو يبقى عطشان ومديك احساس انه جعان، اشرب الاول. والقهوه والشاي والعصاير والمشروبات عامه ما تحسبهاش ضمن الميه في صورتها الطبيعيه، غير كده يبقى انت مش بتشرب. يعني اللي عايز يخس واللي عايز يتخن واللي عايز يفضل شباب، حتى الستات اللي بتعمل رعايه لبشرتها، الرعايه بتبدا بشرب الميه، مش كله كريمات. والمره الجايه ان شاء الله هقول لكم عن وسائل طبيعيه بتساعدنا بقى نتخلص من الميه الزياده اللي بيحوشها جسمنا. لا مش معنى كده ما نشربش ميه، لا، المره الجايه بقى هتعرفوا.